الأخت أمل كانت بتسأل على سمنة البطن والكرش وشد الترهلات. هنعيد تاني مع بعض حلقات سمنة البطن أو الكرش، لأن أخت أمل الكلام فيه كتير جدا 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 والتوصيات كتيرة، ولكن مؤقتا عدم شرب الماء في وسط الطعام، شفط البطن باستمرار على قدر الإمكان، عدم لبس الكعب العالي، عمل التمارين الرياضية، واتبعي معانا الرجيم اللي احنا هنقوله النهاردة إن شاء الله، بحيث ان احنا نقلل من الوزن شوية، وأيضا نبتدي ان احنا نشد من الجسم شوية. شد الترهلات هستأذن حضرتك معلش تنتظرينا في الحلقات الخاصة بالكرش، هي موجودة على الصفحة الرسمية للدكتور أسامة حجازي، وموجودة على الصفحة الرسمية أو الموقع الرسمي لقناة الرحمة، تقدري تدخلي وتاخديهم لو حضرتك في استعجال. الأخت أم أدهم عندها ولد أو طفل 10 سنوات زايد في الوزن، أيضا من الحاجات اللي احنا لازم نهتم بيها جدا ونعملها حلقة خاصة ولوحدها هي سمنة الأطفال، لأن ده موضوع مهم جدا وموضوع على مستوى عالمي وليس موضوع على مستوى محلي فقط، لا ده على مستوى عالمي، لازم ان احنا نهتم بيه، ولازم ان احنا فعلا هنفرد له حلقات مفردة لوحديها. بتسأل أيضا عن ضعف الذاكرة، طبعا 10 سنوات المفروض مفيش ضعف ذاكرة، ده ما شاء الله ده كمبيوتر لسه على الزيرو، يعني الذاكرة بتاعته فاضية خالص، ولكن اهتمام الأطفال بمشاهدة التلفزيون والكمبيوتر واللعب بياخدهم شوية، فيتهيأ للأم إن في ضعف ذاكرة، ولكن عموما في هذا السن التغذية السليمة مهمة جدا، تناول الخضروات والفاكهة والمشروبات الصحية من الأشياء أيضا المهمة جدا، تنظيم مواعيد الطعام وزيادة النشاط البدني برضو من الأشياء المهمة قوي بالنسبة لتنشيط الذاكرة. سارة بتسأل عن وجه القمر، تستخدمه ازاي؟ قلنا استخدامه صباحا ومساء، عدم التعرض به للشمس، وليس هو فقط، اي كريم يجب ان احنا ما نتعرضش به للشمس عشان ما تتفاعلش اشعه الشمس مع مفردات الكريم اللي احنا بنستخدمه، ممكن يبقى فيه ضرر. فبتسال ايضا المده هو علاجي ولا لا؟ طبعا هو علاجي، ولكن دايما احنا بنحب ان احنا نستخدم حاجه كترطيب للبشره وشد للبشره وتبييض للبشره وتنعيم للبشره، فيعني ممكن يبقى عند حضرتك باستمرار، ولكن في الحاله دي لما بنوصل لدرجه العلاج او الشفاء اللي ربنا عز وجل هيمن علينا بيها، نبتدي نقدر ان احنا نستخدمه مره واحده في اليوم كاستمراريه ليه وحفاظ على هذه البشره، وممكن العبوه الواحده تكفيكي 6 شهور في كوقايه للاستخدام. الاخت آية 21 سنه ونصف وعندها شعر ابيض. يعني الشعر الابيض انا برضه هستأذن حضرتك يا آية معلش، يعني الحلقه اللي جايه ان شاء الله هتكلم عن الشعر الابيض 3 وصفات، بحيث ان اللي مش هيقدر يعمل دي يعمل دي يعمل دي، يعني استاذن حضرتك تنتظرينا بس الحلقه القادمه، لان وصفاته طويله قوي، وغالبا هو ده اللي انا هقوله الحلقه اللي جايه من الوصفات بتاعتنا لوحده. استاذ عبد العزيز شكر الله له حسن الدعاء، اسال الله العظيم ان يجعله حبا لله عز وجل وحبا في الله عز وجل، اللهم امين. كان www.ashab.com خير خلق الله